يلا بينا علشان مش عاوز اطول عليك يا قمر. يحكى انه في احدى البلاد كان الملك جامع شعبه بيحتفلوا، بيقول لهم النهارده عدت 50 سنه من غير اي حروب او نزاعات او مشاكل، وعلشان كده هعمل لكم وليمه كبيره احتفالا بكده، بس هتكون بعد 5 ايام مع عيد ميلاد بنتي الاميره يونا. الكل بيهتف باسمه وكانوا فرحانين من كلامه. اما الاميره فكانت بتجهز نفسها علشان تطلع تلقي عليهم التحيه، بتكون خارجه كده بتلاقي ابوها في وشها، بتقول له يلا بينا علشان نروح نحييهم، فبيقول لها ان الاحتفال خلص وهو لسه جاي منه اصلا، فبتتاسف له علشان اتاخرت قوي كده، وبعدها بيقول لها ولا يهمك، وبعدين بيمشوا. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيدخل عليهم هالك قائد قبيله الرياح وحارس يونا اللي بيحميها دايما، وقوته كبيره جدا يا صديقي. بيهزر مع يونا شويه وبيقول لها انت لسه واقفه هنا وحبيبك سون وصل، يلا روح عليه بسرعه. البنت اول لما بتسمع صوته بتسيبهم وبتجري عليه، ولكن وهي بتجري علشان تروح له بتخبط فيه بالصدفه. بتكون بقى متوقعه ان هو ياخدها بالحضن او يعملها زي ما بيعملها في العاده، بس ده ما بيحصلش. بيسلم عليها ببرود كده وبيقول لها اروح اشوف الملك، وبعدها بيسيبها ويمشي. يونا بتتصدم وما بتكونش فاهمه هو ليه بيعملها كده. بتفتكر لما كانوا صغيرين وكان سون اقرب شخص بالنسبه لها، كان معاها دايما ما بيسيبهاش طول اليوم، حتى لما كانت بتنام كان بيفضل جنبها علشان لو احتاجت حاجه يكون اول واحد موجود جنبها، وكانت بتحبه جدا ومتعلقه بيه. بس دلوقتي هي مش عارفه هو ليه بيعملها كده، وكانت في قمه الحزن وقتها. وتاني يوم يونا بتجهز نفسها وبتكون رايحه علشان تساله هو عمل كده ليه. بتدخل اوضته ولكن ما بيكونش هناك، فبتسال الحراس عليه، فبيقولوا لها ان هو بيتدرب على الرمايه مع هالك في الساحه. وفعلا بتروح على هناك بتلاقيهم بيتدربوا. سون بيكون محترف جدا في الرمايه، بس هالك كان احسن منه وبيصيبه بكل سهوله. سون بعدها بيشوف الاميره واقفه كده وبتبص عليهم، فبيقول لها تعالي اركبي معايا. فالبنت بتفرح وبتروح وبتركب معاه. بتكون مكسوفه منه لانها حاسه انه بيعاملها زي الاطفال. بتساله بعدها وبتقول له انت متعود تاخد اي بنات على الحصان بتاعك ولا ايه؟ فسون بيتكسف كده وبيقول لها خطيبتي بس اللي خدتها معايا قبل كده. يونا بتتصدم منه لانها ما كانتش متوقعه انه يخطب واحده غيرها، ما بتكونش عارفه تتصرف ازاي. وبتقول له وانا كمان هتخطب قريب، وان هالك اتقدم لها وهي وافقت عليه، وهالك اصلا كان واقف وسامع ومش فاهم اي حاجه. بعدها يونا بتروح اوضتها، بتفضل زعلانه مش متوقعه ان حب حياتها الوحيد يقبل حد تاني. ففي وقتها بقى ابوها بيجي بيتكلم معاها، بيقول لها ما تزعليش، كده كده انا مش موافق انه يبقى ليكي. يونا بتتعصب وبتقول له لا ده مستحيل، انا مش هتجوز الا سون مهما حصل. الملك بيمسك نفسه بالعافيه وبيقول لها لا، امك اغتالت وقتلوها وما عرفتش اعمل حاجه، انت اللي هيتجوزك هيبقى الملك القادم ولازم يبقى قد المسؤوليه، ومهما عملت انا مش هوافق بيه. يونا بتزعل وبتسيبه وبتروح في جنب كده، بتفضل تعيط مش فاهمه كلام ابوها، وبرغم كل حاجه قدامها بس رافضه تصدق الحقيقه وانها مش هتبقى لسون مهما حصل. واثناء ما كانت قاعده بتسمع صوت جنبها، بتبص بتلاقي شخص طويل ومقنع بيهجم عليها. بتترعب وبتفضل تجري وهو بيجري وراها لحد لما بتوصل لاوضه سون وبتدخل تستخبى فيها، بس في حد بيجي من وراها وبيمسكها. البنت بتترعب اكتر، بتشيل ايده وبتنده على سون، بس بيطلع ده سون اصلا هو اللي وراها. بيطمنها بعدها وبيقول لها انا موجود ما تقلقيش. بتقول له في حد كان بيلحقها، فبيطلع يبص بره بس ما بيلاقيش حد، بيحاول يهديها بعدها. ويونا كانت لسه مرعوبه، بتفتكر كلام ابوها بعدها وانها لازم تلاقي حد يعرف يحميها علشان ما تتاذاش. بتعيط وبتقول لسون على كل اللي جواها وانها بتحبه ومش هتقدر تعيش من غيره، بس هو ما بيديلهاش اي ردة فعل وبيقول لها الوقت اتاخر، يلا روحي لاوضتك علشان هالك ما يزعلش. البنت بتستغرب وبتقول له دي كذبه قلتها، يمكن مشاعرك تتغير وتحس بيا ولا حاجه. بتروح تمسكه ولكن بيبعد ايديها عنه، بيقول لها ما تجيش هنا تاني علشان ما حدش يفهمنا غلط. يونا بتعيط وبتقول له حتى لو فهمونا غلط مش مهم، اهم حاجه ان افضل جنبك، هو انت ليه مش عاوزني ورافض وجودي جنبك للدرجه دي؟ سون بيقول لها طول عمرك وانا شايفك اختي الصغيره ومش عارف اغير ده واتقبل انك بقيت كبيره. على فكره انا كمان كدبت لما قلت عن خطوبتي، بس عملت كده علشان ابعدك عني. انا يمكن احتمال اغير نظرتي ليكي ويبقى في حاجه ما بينا، بس اعتقد مش دلوقتي. البنت بعدها بتفرح وبتقول له اكيد هتحس بيا في يوم من الايام. هو بيخلص اليوم على كده، وبعد 5 ايام بيكون عيد ميلاد يونا، والملك عمل الاحتفال اللي قال للناس عليه. كل الناس كانت مبسوطه والملك كان في قمه السعاده. بينده بعدها على يونا وبيبارك لها على عيد ميلادها. لسه هيكمل كلامه فبيلاقيها سابته ومشت علشان سون نده لها. الملك بيزعل ولكن ما بيتكلمش وبيسيبها تفرح براحتها. سون بيقابلها وبيقول لها كل سنه وانت طيبه، وبيديلها دبوس شعر هديه لعيد ميلادها. يونا بتفرح وكانت مبسوطه جدا من اهتمامه ليها، ولكن في وقتها هالك بيدخل عليهم بيقول لها ابوك
ابوكي بيدور عليكي وطالب انك تروحي له دلوقتي، ولكنها بترفض وبتقول له انا هروح ارتاح في غرفتي، وبعدها بتسيبهم وبتمشي. ولكن بعد ما بتمشي بيتكلم هالك مع سون وبيقول له انت مش حاسس ان في حاجه غريبه؟ في حراس اول مره اشوفهم وشاكك ان في حاجه غلط. سون بيقول له ان الاميره ذكرت حاجه زي ديت وان في شخص اتهجم عليها قبل كده، فبيقول له هالك طالما كده فانا هامن المدخل واخد بالي من اللي هيحصل، وانت بقى مهمتك تحمي الاميره يونا. فبيقول له سون تمام. وبالليل بقى كانت الاميره قاعده في اوضتها كده بتفكر في سون والكلام اللي ابوها قاله لها وانه مش هيعرف يحميها، فبتقرر بعدها انها تروح عليه علشان تقنعه. بتطلع وبتروح هناك فعلا، ولكنها اول لما بتوصل بتستغرب لانها ما بتلاقيش اي حراس قدام الباب، وكمان بتلاقي الباب مفتوح. بتدخل بعدها ولكنها بتشوف المشهد ده واللي هي ما تتمنهوش لألد اعدائها. سون غارس السيف في بطن الملك والملك وقع ميت قدام عينيها. البنت بتقف مش مصدقه اللي حصل ده، بتجري على ابوها وبتعيط وبكل براءه بتطلب من سون يجيب الدكتور. سون بيضحك بكل برود كده وبيقول لها الدكتور مش هينفع في الوقت ده، انا قتلته ومستحيل يصحى تاني. البنت بتحط دماغ ابوها على رجلها وبتقول له عملت كده ليه؟ انت قتلت الشخص اللي رباك ليه؟ هو ما عملش معاك اي حاجه تخليك تعمل كده. سون بيقول لها انا عايش طول حياتي علشان اليوم ده وانتقم لموت ابويا. من زمان كان ابويا قوي وكان قائد الجيش، كان بيكسب كل المعارك، كل الناس رشحوه للعرش لانه الابن الاكبر والاقوى، وطبعا لازم يكون الملك. بس مش ده اللي حصل، الملك اختار ابوك ان هو يكون الملك ومحدش كان فاهم ايه السبب اللي خلاهم يعملوا كده، مع ان الاكبر هو الوريث الشرعي للبلاد. بس ابويا ما فرقش معاه العرش وكان كل همه انه يحمي اخوه الصغير ويحافظ على البلاد. كنت فخور بيه جدا وكان مثلي الاعلى. بس بعد ما ابوكي مسك العرش قتل اخوه الوحيد وسابني عايش في كآبة طول حياتي. ابوكي قتل اخوه بالسيف زي ما انا عملت بالظبط كده. البنت بتزعق وبتقول له ابويا مستحيل يعمل كده، طول عمره كان بيكره الاسلحه وبيحذرني منها ومرضاش يخليني اقرب لها طول حياتي. انت عارف انا كنت جاي ليه دلوقتي علشان اكلمه علشانك، بس انت قتلته بدون اي رحمه، انا مستحيل اسامحك مهما حصل. وكانت في قمه الحزن وقتها. في نفس الوقت ده بقى اتباع سون بيدخلوا وبيشوفوها، بيقولوا له طالما شافت اللي حصل فلازم تموت دلوقتي. يونا بتبص له كده وبتكون مفكره انه هيدافع عنها، ولكن بيأمرهم يقتلوها. وساعتها البنت بتزق الحراس كده وبتطلع تجري، فبيأمر الجنود يلحقوها. هالك هو كمان كان واقف بيحمي الفناء علشان لو حاجه حصلت، بس بيسمع 3 من اتباع سون وهم بيتكلموا وبيقولوا اهم حاجه هالك ما يعرفش، فبيروحوا وبيجبرهم يعرفوه اللي بيحصل. الاميره بقى هي كمان كانت لسه بتهرب منهم، واحد من الجنود بيرمي عليها سلسله وبيوقعها، الجنود بيحاصروها. سون هو كمان بيوصل وبيأمرهم يقتلوها. الاميره بتبص له وبتزعق وخلاص شكلها دي نهايتها. واحد من الجنود بيرفع السيف وخلاص هيقتلها، بس انت مفكر انها هتموت يا صديقي؟ لا والله، هالك بيجي في اخر لحظه بيقتل الجنود اللي حواليها في ثواني. بيبص لسون بعدها وبيقول له ايه اللي بيحصل ده؟ يلا احكي بسرعه. المساعد بيرد عليه وبيقول له احترم نفسك بعد كده وانت بتتكلم مع الملك. هالك بيتصدم وبيقول لهم ايه اللي حصل للملك. سون بيرد عليه بيقول له زمانه بيتحاسب دلوقتي حتى اسال الاميره. هالك بيبص لها كده ويونا ما كانتش مصدقه ان لسه في حد بيحميها بعد ما كل اللي حواليها بقوا خانه. هالك اول لما بيشوف حاله الاميره بيتعصب، بيهجم على سون بكل قوته. سون بيصد هجماته ومش عارف يعمل معاه حاجه، بيأمر جنوده محدش يتدخل وبيهجم عليه. هالك بيصد هجماته بسهوله وبيهجم عليه وبيجرحه، بيقول له بعدها جهز علشان هقتلك، وبيهجم عليه تاني وسون مش عارف يعمل معاه اي حاجه. هالك كان هيقتله فبيسمع صوت بينده عليه، بيبص بيلاقي واحد ثبت الاميره وبيهدده لو ما سابش سلاحه فهيقتلها. هالك بيسمع كلامه فعلا، بيسيب سلاحه. الجنود بيحاصروه من كل مكان، شكلها دي نهايته. سون هو كمان بيتقدم بيرفع السيف في وشه، بيقول له حابب اودعك للمره الاخيره، ولسه هيقتله فبيلاقي سهم بيترمى عليهم، بيتشتت انتباههم. هالك بياخد سلاحه وبيشيل الاميره وبيهرب، بيقتل اي حد يجي قدامه. بيقابل الشخص اللي رمى السهم واللي اسمه يون، بيقول له خلي بالك من الاميره وانا احميكم، وبيفضل يقتل في كل الجنود لحد لما بيلاقي مكان يستخبوا فيه. هالك بيقول لهم لازم نلاقي خطه ونهرب بره القصر والا هنموت كلنا. يون بيقول له انا هتصرف، بيلبس لبس الاميره وبيقول لهم انا هشتت انتباههم وانتم اهربوا وما تقلقوش عليا انا هبقى كويس. هالك والاميره كانوا قلقانين جدا عليه ولكن ما قدامهمش حل تاني. بعدها يون بيجري قدام الجنود وبيشد انتباههم، الجنود بتحسوا الاميره وبيطلعوا يجروا وراه كلهم. هالك والاميره بيستغلوا الفرصه وقتها وبيقتلوا حراس البوابه وبيهربوا. وبعد ما بيوصلوا مكان بعيد في الغابه بيسمعوا صرخه، وبتكون صرخه يون بعد ما خد سهم في ظهره، بيلفظ انفاسه الاخيره وبعدها بيموت. الاميره وقتها بتزعل من اللي حصل وما عادتش قادره تكمل. هالك بيقول لها كده مش هيعرفوا يوصلوا لنا، ارتاحي الوقت والصبح هنكمل. الاميره وقتها بتعيط، بتقول له طول الحفل كان ابويا عاوز يتكلم معايا ويبارك لي، بس انا تجاهلته وما اتكلمتش
اتكلمتش معاه حتى. هو في اخر مرة كان عاوز يقول لي حاجة بس انا ما اديتلوش فرصة، والوقت نفسي بس اسمع صوته تاني. وكانت في قمة الحزن وقتها. هالك بيحضنها وبيقول لها ما تقلقيش انا معاكي وهننتقم لموته ومش هسيب حد يلمس شعره منك. وكان متأثر جدا. بعدها هالك بدأ يحكي لها على حكايته. بيقول لها انا اول مرة جيت القصر كنت صغير، كنت جاي انا وجدي قائد قبيلة الرياح في الوقت ده. وقتها بقى ابوك جه واتكلم معايا، حكى لي عنك، قال لي انك وحيدة وطلب مني افضل معاكي واحميكي، بس انا رفضت وما وافقتش. بعدها كنت قاعد مرة كده شفتك وشفت واحد بيضايقك وما كنتيش عارفة تخلصي منه. وقتها رحت وبعدت عنك وقلت له ما تقربلهاش تاني. وفي وقتها الواد اتعصب بيقول له انا جون ابن قائد قبيلة النار، انت ازاي تعمل كده؟ فقال له انا كمان هالك ابن قائد قبيلة الرياح والحارس الشخصي ليونا، ولو قربت منها تاني فانا مش هرحمك. الواد اتعصب لسه يطلع سيفه بس الملك بيمنعه. بيقول هالك بعدها شكرا لانك وافقت بكلامي، وبعدها بياخد جون وبيمشي. ومن الوقت ده بقى وانا واخد عهد على نفسي اني مش هسيبك وهفضل احميكي حتى لو خسرت حياتي. يونا بتتأثر من الكلام ولكن ما بتقدرش تفتح عينيها من كتر التعب وبتنام. وتاني يوم بتصحى الاميرة ما بتلاقيش هالك جنبها، بتترعب وبتكون خايفة لا يكون حصل له حاجة. بس هو بيجي وكان بيجيب لها مية، بتزعله بتقول له ما تبعدش عني تاني، فبيقول لها تمام. بعدها هالك بيصطاد شوية سمك كده وبيشويلها ولكن ما بترضاش تاكل وبتفضل سرحانة وما بتتكلمش. من ناحية تانية بقى كان سون جاب المساعد بتاعه وقال له انشروا الاخبار ديت في المدينة وقول ان هالك قتل الملك وخد الاميرة رهينة وهرب، وقول للكل كمان ان هبقى الملك الجديد قريب. وفعلا تاني يوم بيجمع زعماء القبائل الخمسة وبيعرفهم باللي بيحصل. مندوق بيسمع الكلام ده وعارف ان دي مش الحقيقة وان حفيده هالك مستحيل يعمل كده. بعدها سون بيجي وبيقول لهم للاسف ده اللي حصل، وانا جمعتكم النهارده علشان ابلغكم بخيانته واننا لازم نختار حاكم للبلاد. وبما ان الملك مات والاميرة مش موجودة فالوحيد اللي عنده دماء ملكية هو سون، بس طبعا مش هيبقى الملك من غير موافقة القادة الخمسة. القادة كلهم بيوافقوا وبيقولوا له اكيد هيطلع قوي وشجاع زي ابوه، بس مندوق ما بيوافقش. بيقول له لا، لو كنت اتجوزت الاميرة وبقيت الملك كنت هديك موافقتي بكل سعادة، بس هالك مستحيل يعمل كده وانا مش هوافق الا لما اتاكد من الحقيقة. فبيرد عليه سون وبيقول له قدامك 3 ايام تفكر فيهم وبعدها هنعمل حفلة تتويج، وانا عارف انك هتوافق علشان افراد قبيلتك. وشكله مخطط لحاجة. من ناحية تانية بقى كان هالك وصل على المكان اللي اتربى فيه وهو قبيلة الرياح علشان يلاقي حل ويتكلم مع جده. الاهالي كلهم فرحانين بوجوده، بيعرفوا ان جده في القصر وبيلاحظوا وجود يونا معاه، بيسألوه عنها فما بيرضاش يقول لهم الحقيقة وبيقول لهم انها جاية معاه علشان تساعده. واثناء ما كانوا بيتكلموا يونا بتقع من التعب، هالك بيشيلها بيدخلها جوه علشان ترتاح وتقوم تاني. بيعدي الوقت وبعدها بتفوق، بيجي لها طفل صغير كده اسمه تاي بيحط لها الاكل وبيطمن عليها. اول لما بتاكل الاكل بتفتكر ابوها لما كان بيعمل لها نفس الاكل وبتقعد تعيط. تاي بيمسح لها دموعها بيقول لها ما تزعليش وبيحاول يخفف عنها. بعدها بيجي هالك وبيقول لها تعالي نتمشى شويه. بيخرجوا فعلا وبياخدوا هدومهم للنهر علشان يغسلوها، بس لما بيوصلوا هناك بيتصدموا، النهر جف وما فيهوش نقطه ميه واحده. الاهالي بتتجمع وما بيكونوش فاهمين ايه اللي سبب ده على الرغم من ان الميه كانت موجوده بكميات كبيره من شويه. بس واثناء ما كانوا واقفين بيلاقي مندوق وصل، بتجري عليه الاميره وبتحضنه وبيعرفوه بكل اللي حصل. الجد بيتعصب وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي دلوقتي. الرحاله بتاعهم هو كمان بيوصل وبيكون متبهدل خالص، بيقول لهم ان قبيله النار بنوا سد عنهم وهو اللي مانع الميه توصل لنا، حاولت امنعهم بس كانوا هيقتلوني. مندوق ساعتها بيفهم ان سون بيضغط عليهم علشان يوافقوا بتتويجه. الاهالي بتتعصب وبتقول لهم احنا ليه ساكتين للي بيحصل ده، بس مندوق بيقول لهم انا هتصرف ولو احتجتوا ميه في الوقت ده اشتروها من التجار لحد لما نلاقي حل للمشكله ديت. فالكل بيوافق. بعدها بيروحوا البيت وبتكون الاميره قاعده مع تاي وبتتكلم معاه، بس اثناء ما كانوا قاعدين تاي بيغمى عليه. الجد بيحضر وبيقول التعب جاله تاني، حد يروح ويجيب له الدواء بسرعه. بس فجاه واحد بيدخل عليهم بيقول لهم ان التجار اللي بيجيبوا لهم الدواء والميه اتهاجموا وهم جايين واتسرقت كل بضاعتهم. الجد بيتعصب وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي. ففي وقتها هندي بيتدخل وبيقول لهم بما اني اسرع واحد في القبيله والرحاله بتاعكم فانا هروح اجيب العلاج بسرعه واجي. بيقولوا له بس انت لسه مصاب، فبيقول لهم عادي انا هعمل اي حاجه علشان انقذ حياته. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. بعدها بتقعد الاميره جنب تاي كده وبيروح هالك لجده علشان يتكلم معاه. بيقول له انا عاوز منك
منك اخر طلب، بما ان القائد انا ما عدتش قادر استحمل وانا شايفكم بتتعذبوا، فعلشان كده انت هتروح وهتوافق ان سون يبقى الملك، وبعدها نبقى نحل الموضوع ده. مندوق بيقول له بس انا كده بحكم عليك بالاعدام وهتتثبت عليك كل الجرائم اللي اتوجهت لك، انا مستحيل اوافق بكده. هالك بيقول له مش مشكله، حياتي مش مهمه بالنسبه لباقي حياه القبيله، علشان كده لازم توافق. الجد بيقول له انا مرضاش اقبل باوامر من حفيدي، بس هوافق علشان انت القائد بتاعي. وكان في قمه الحزن. وتاني يوم هندي بيوصل وبيدي لتاي العلاج، بيرجع تمام تاني، وكانوا فرحانين علشان بقى بخير. بعدها هالك بيشتري سلاح وبياخد كل حاجه هو محتاجها، وبيكون ماشي. صاحبه اللي على البوابه بيوقفه وبيقول له انت رايح فين من غير ما تودعنا؟ فبيقول له رايح طريق ملهوش رجعه، عاوزك تخلي بالك من القريه، انت القائد من بعدي، عاوزك تهتم بالناس. الواد كان عارف كل اللي بيحصل وعارف هو ليه بيعمل كده. بيطمنه بعدها وبيقول له تمام هعمل كل اللي انت عاوزه. بس قبل ما هالك بيمشي بيلاقي الاميره بتندى عليه، بتقول له انا هاجي معاك. هالك ما بيكونش فاهم حاجه وبيقول لها لا انت هنا في امان، واهالي القبيله كلهم هيحموكي وهيعاملوكي زي بنتهم. بس هي بتقول له انا مش عاوز افضل هنا وخلاص، عاوز الف واتعلم حاجات كتيره علشان اقدر انتقم لموت ابويا وارجع العرش اللي اتسرق منه. هالك بيقول لها لو جيتي معايا مش هتفيديني بحاجه وهضطر احميكي، انا مش هاخدك معايا. بس الاميره بترفض وبتقول له مش هسيبك مهما حصل، فبيضعف قدام كلامها وبيوافق. بعدها بيروح لجده علشان يعرفوا منه خطتهم هتكون ايه المره اللي جايه. فبيقول لهم علشان تمشوا في الطريق الصح فانتوا هتمشوا لنهايه الغابه، وهناك هتلاقوا كاهن ومنه هتفهموا كل حاجه. فهالك بيقول له تمام، وبعدين بيمشوا. وهم في الطريق بيقول لها هالك مش كان زمانك قاعده رايقه فايقه ومفيش حاجه مضايقاكي؟ ايه اللي جابك معايا؟ انت معطلاني وخلاص. فبتقول له من اليوم اللي ابويا مات فيه وانا اتعودت على البهدله وحسيت بالمسؤوليه كمان، انا بس عاوزاك توعدني وعد، وهو انك ما تموتش او تبعد عني لاي سبب. هالك بيقرب منها وبيقول لها ما تخافيش هفضل معاكي. بس وقتها هالك بيحس بناس في المكان، بيقول دول 40 لا ده 50 واحد، لا ده جيش بالكامل. بيبص بيلاقي جون وجيش قبيله النار محاوطينهم من كل اتجاه، سهام ورماح وكل اللي قلبك بيحبه. قائدهم بيبص له كده بيقول له سلمني الاميره يلا وانا هسيبك تعيش ساعه زياده قبل ما اقتلك واخليك تطلب النجده. هالك بعدها بيضحك كده وبيقول له مش باين انك ما تعرفش تعمل حاجه ولا ايه؟ هات اخرك يلا. الواد بيتعصب وبيأمر الجنود تهجم عليه. اول مجموعه بيدخلوا عليه بكل قوتهم ولكن ما بياخدوش غير ضربه واحده بسلاحه. التانيين بيتعصبوا ولكن بيحصل فيهم نفس الكلام. اللي بعده اهناه يا سعده، بيفضل يكسر ويقتل فيهم بكل غباء. بعدها بيبص بيلاقي الجنود حاصروهم واحتمال الاميره تتاذى، فبياخدها وبيجري بيها منهم. بس وهم بيجروا رجل الاميره بتخبط في صخره وبتقع، واحد من الجنود بيرمي عليها سهم وبتكون خلاص هتموت. بس هالك بيقف قدامها بياخد السهم بدلها. الاميره بتتصدم منه، بيطمنها وبيشيلها وبيكملوا جري. بيخبيها في حته كده وبيقول لها ما تتحركيش مهما حصل وانا هخرج اتعامل معاهم، وما تخافيش انا قوي وهقدر عليهم. وبعدها بيسيبها وبيخرج لهم. بس بعد ما بيمشي بتسمع الاميره جون وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه، بيقول له السهم اللي ضربته له ده كان مسموم وكلها شويه ومش هيقدر يكمل. فجون بيقول له لو ادالك ظهره اضربه كمان سهم علشان نخلص عليه. فالمساعد قال له تمام. الاميره اول لما بتسمع الكلام ده بتتصدم، بتقول اخرج واساعده ولا اعمل اللي قال لي عليه وافضل مكاني. وكانت في منتهى الحيره. بتشوف الواد وهو بيسحب السهم وكان لسه هيضربه، فبتيجي في اخر لحظه وبتزقه من على التله وبتوقعه. بعدها بتقف قدام جون وبتبص له بكل عصبيه، بيتكلم معاها وبيقول لها انا عاوزك تيجي معايا هحميك ومش هخلي حد يلمس شعره منك بدل ما انت في الصحراء مع الواد ده وحياتك في خطر. بس الاميره بتقول له ده في احلامك. هالك كمان بيلاحظ وجودها، بيفضل يزعق ويقول لها ايه اللي خرجك. بس السم بدا يعمل مفعوله، بدا يحس بدوخه ومش قادر يكمل. الجنود بتلاحظ ده وبيهجموا عليه اكتر، بس ولا بيفرق معاه، بيخلص عليهم برضه. بيكون عاوز يروح على الاميره بس السم مفعوله بيزيد اكتر، والجنود مش سايبينه في حاله، بيحاصروه من كل اتجاه، بيهجم عليهم، بيدوخوا، بيقع من على التله. كلهم فكروه مات، بس كانت شعلق فيها في اخر لحظه. الاميره بتشوف ده وكانت قلقانه جدا عليه، خايفه انه يحصل له حاجه. بتكون رايحه له بس جون بيمسكها من شعرها وبيقول لها لا دي خلاص نهايته. بس هي بتاخد سيفه وبتقطع شعرها وبتهرب. بتروح لهالك، بتنزل هناك وبيكون الجنود لسه هيقتلوه. بيلاقوا بعدها الاميره بتنده عليهم، بتروح لهم وبتبعدهم عنه. واحد فيهم كان هيضربها بس جون بيحذره لو الاميره حصل لها حاجه فمش هرحمك، فبيسيبوها. بتروح لهالك وبتكون عاوزه تطلعه ولكن جسمها ضعيف ومش قادره تسحبه لفوق. الجنود بيروحوا يبعدوها عنه قبل ما تطلعه، فبتترعب منهم وبيقعوا من على التله هما الاتنين. وخلاص شكلها دي نهايتهم، والكل بقى عارف انهم مستحيل يعيشوا تاني.
وجون كان واقف كده وفي قمة الحزن من اللي حصل، وكان مش مصدق ان هو اللي قتل حب حياته بايديه الاتنين، وكان في قمة الحزن. بالليل بقى بيروح لسون وبيديله شعر الاميرة اللي قطعته، بيعرفه كل اللي حصل وبيقول له يلا عاقبني، انا ما استحقش اعيش تاني. بس سون بيرفض يعاقبه وبيقول له خليك علشان تحضر حفلة تتويج بكرة. فبيقول له تمام. وتاني يوم بيكون ميعاد حفلة تتويج، واللي هيتعين في سون الملك. كل الناس بتتجمع والقادة كلهم بيوصلوا، بيقفوا قدامهم، بيسأل القادة اذا كانوا موافقين على تعيينه ولا لا. القادة بيوافقوا واحد واحد لحد لما بيجي دور مندوق، بيكون مش عاوز يوافق بس ما قداموش حل تاني، وبيضطر ان هو يوافق غصب عنه. وبكده بقى سون الملك الرسمي للبلاد. بعدها بيلبس التاج وبيقف كده بيقول كلامه للشعب وبيحييهم، وكل الناس كانت في قمة السعادة. بس من ناحية تانية الأميرة بتفوق، بتلاقي في واحد بيعالجها، بتقول له انت مين وانا ايه اللي جابني هنا؟ فبيقول لها انا يون اللي انقذت حياتك، كنت ماشي ولقيتك نزلت من السما انت وواحد كمان. الأميرة بتفتكر اللي حصل وبتقول له هالك ايه اللي حصل له؟ فبيقول لها جنبك اهو، انا طلعت السم من جسمه بس حالته لسه خطيرة. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيدخل عليهم واحد كده، يوم بيسأله كنت فين وموسخ هدومك كده، بس هو ما بيردش عليه. بيلاحظ وجود الأميرة، بيروح لها، اول لما بيبص في عينيها بيفضل يعيط، بيقول لها زمانك تعبت قوي عما وصلت هنا يا أميرة. يونا بتتصدم وما بتكونش عارفة هو عارف ازاي انها الأميرة، بتدقق فيه اكتر فبتعرف ان ده هو الكاهن اللي مندوق قال لهم روحوا له. بتفرح وبتسأله اذا كان هو ولا لا، وفعلا بيعرفها عن نفسه، بيقول لها ايوه انا هو، عايش هنا انا ويونا علشان نبعد عن اذى المدينة. بتكون عاوزة تسأله هم جايين عنده ليه، ولكن بتستنى لما هالك يفوق الاول. بعدها بتقعد جنب هالك كده، واللي كانت حالته صعبة جدا، خايفة عليه وقلقانة جدا. ولكن فجأة بتشوف صوابعه بتتحرك، بتندى على يون، بيجي على طول بيقول لها حرارته عالية وان شاء الله هيخف وهيكون بخير. الأميرة بتقول له بالله عليك انقذه، ده الشخص الوحيد اللي فاضل لي في الدنيا. يون بيقول لها طب كنت تشكري حتى لما انقذ حياتك قبل كده، انا انقذتك مرة وانت ما شكرتنيش، يا ترى بقى هو انقذك كم مرة؟ وبعدها بيسيبها ويمشي. الأميرة بتسمع كلامه وبتزعل لان كلامه كله كان صح. وبس لحد هنا بيخلص الجزء الاول. لو عاوزين الجزء الثاني قولوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. وسلام سلام سلام.